السلام عليكم ورحمة الله وياكم أحمد ربيعي. طبعا الكثير من الشباب يبحث عن تصغير ملامح مثلا الأذن أو الأنف، يعني أخذ صورة بطريقة خاطئة أو يعني من زاوية معينة وطلع الأنف كبير أو الأذن كبير. يعني إحنا شلون نريد نصغر الملامح حتى تظهر الصورة بشكل أحلى، أو مثل ما نشوف البوسترات يعني النجمات مثلا كبرن أماكن معينة أو تصغير أو كذا إلى آخره، مثلا أو تكبير عضلة، أو يعني بعد كل واحد واحتياجاته. المهم راح أسوي هذا الشيء بالفوتوشوب بطريقة سريعة وسهلة جدا، بس يحتاج إلى شوية تركيز. وبالنسبة للأداة اللي راح أستخدمها أو الخانة هي موجودة بأي إصدار فوتوشوب. آخذ صورة حاليا، راح أفتحها بالفوتوشوب، افتح القفل عنها دبل كليك اوكي. راح استخدم الاداة، افوت على الفلتر وافوت على اللايكوفاي بالنسخة العربية. ولايكوفاي معناته تسهيل، يعني تلقاها باسم تسهيل، تفوت عليها هذه الطريقة. مثل ما تلاحظون الصورة عندي هذه الطريقة. مثلا اريد اصغر حاليا الاذن. هاي الاداة، بالنسبة لهاي الاداة هي اداة سحب، يعني ممكن بهذه الطريقة مثل ما تلاحظ أنا أكبر الإذان، أسحب يدوي، يعني سحب يدوي، تكبير يدوي. أنا ما أريد هاي الطريقة. مثلا أستخدم الأداة الثانية اللي هي مثلا تصغير. مثل ما تلاحظ هاي التصغير، وهذا الحجم مالت يعني حجم الفرشاة مال التصغير. هاي الدائرة اللي أستخدمها مثل ما تلاحظ كليك واحد تبدي بالتصغير، الأداة بدأت تصغر. أي تشوهات تظهر بالصورة بإمكانك تعالجها بهاي الأداة اليدوية، يعني صغر الزاوية اللي صارت أو التشوه اللي صار. مثل ما تلاحظ الأذن صارت صغيرة. أريد أصغر مثلا الأنف، أجي بهذه الطريقة، أختار أداة التصغير أو أكبرها شوية تصير على حجم الأنف مثلا 300. كل ما كان حجم الصورة أكبر كل ما تكبر الأداة على مود تشتغل أحسن. مثل ما تلاحظ الأنف صغر بهذه الطريقة. حاليا مثلا أريد أكبر، نشوف أداة التكبير شلون تشتغل. أيضا أرفعها على 300، هي عملها عكس التصغير، يعني تكبر بهالطريقة هاي. ثم تلاحظ الأنف كبر حاليا ثم تشوفون. أرجع أصغره، أو العين مثلا منطقة معينة بالعين، أو أكبر العين مثل ما تشوفون. كبر العين وبدون ما يبين أي شيء، يعني تبين الصورة طبيعية، عين كبيرة إذا صغيرة إلى آخره. أي استفسار أنا حاضر. أخوكم أحمد رباعي. تابع الدروس القادمة للفوتوشوب حتى تستفادون. مع السلامة.